أقدمت سلطات الاحتلال التركي على اعتقال 3 أشخاص بينهم مختارين في ناحية جنديرس بريف عفرين الغربي ليلة أمس الأربعاء 12 كانون الثاني الجاري بدون أسباب واضحة، واقتادتهم إلى مركز مدينة عفرين المحتلة. وأفادت مصادر خاصة لعفرين بوست أن الاستخبارات التركية اعتقلت مختار قرية قجومة المواطن فرهاد محمد، ومختار قرية قربة المدعو حنان محمد موسى مع نجله المدعو بشار حنان موسى، واقتادتهم إلى مركزها في مدينة عفرين المحتلة. كما قامت سلطات الاحتلال التركي باعتقال 3 مواطنين في الفترة الماضية في قريتي علمدارة ومعملة بتهم الخروج بنوبات الحراسة إبان فترة الإدارة الذاتية السابقة في عفرين. وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة حالات الاعتقال التي تمت رصدها وتوثيقها في أقليم عفرين المحتل خلال كانون الثاني الجاري من العام الجديد 2022 قد ارتفعت إلى 17 مواطنا كرديا. وقام مسلحون من ميليشيا سمرقند التابعة للاحتلال التركي وفي 10 من شهر كانون الثاني الجاري بالاعتداء على طفل كردي ووالديه بالضرب المبرح بسبب شجار بين الطفل وأولاد مستوطنين في قرية كفر سفرة بناحية جنديرس في ريف عفرين الغربي. وفي التفاصيل تشاجر الطفل محمد حمو ذو 13 عاما مع 3 من أولاد مستوطنين يقطنون في قرية كفر سفرة، فرد آباؤهم وهم مسلحون تابعون لميليشيا سمرقند بضرب الطفل محمد ووالده خالد عبد الرحمن حمو ووالدته أمام باب منزلهم، مما أدى لإصابة الطفل إصابات خطيرة وكدمات قوية على وجوه والده ووالدته، ونقل الطفل إلى المشفى بسبب سوء حالته. وتتكرر حوادث الاعتداء والضرب لأهالي وسكان عفرين الكرد من قبل المسلحين وذويهم من المستوطنين بقصد الترهيب والإرغام على التهجير وترك المنطقة لهم ضمن سياسة التغيير الديمغرافي لإقليم عفرين المحتل. وفي سياق آخر، علمت مصادر توثيق الانتهاكات في سريكانية المحتل عن قيام مجموعة المدعو أبو مالك، وهي مجموعة تابعة لفصيل الحمزات في قرية المحطة الشمالية بسريكانية رأس العين، باعتقال طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بعد خروجه من المدرسة. المجموعة قامت باختطاف الطفل نتيجة شكوى امرأة من المستوطنين شقيقها أحد عناصر مجموعة أبو مالك مقيمة في شارع الكنائس بحجة أن الطفل يضايق ابنتها. وتعرض الطفل علي المشهد للاعتقال والتعذيب لمدة 2 ساعات على يد عناصر المرتزقة، وقاموا برميه أمام المنزل مدرجا بدمائه وعلى جسده آثار تعذيب عنيف. ويخشى الأهالي الذين يتعرضون للانتهاكات والاعتداءات من عمليات انتقامية، حيث تعيش المدينة واقع عصابات لا حماية لحقوق المدنيين والأهالي في ظل بلطجة عصابات ما يسمى الجيش الوطني السوري. رفضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شكل التسوية والمصالحة التي تتحدث عنها السلطة في سوريا، والتي من المفترض أن تكون مع كل القوى الوطنية والديمقراطية التي لا تزال تعاني من التصدع من ذهنية النظام وتعنته في تبني لغة الحوار والحل الوطني السوري. جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الإدارة الذاتية أمس الأربعاء ونشرته على صفحتها الرسمية. وأشار البيان إلى التجاهل المقصود من قبل السلطة في دمشق للواقع السوري، حيث وعلى مدار 10 سنوات تنتهج دمشق كل ما يعمق الأزمة دون حلها في هدف واضح، وهو البحث عن مكاسب ضيقة للسلطة على حساب سوريا وشعبها ومستقبلها. وفي إشارة منها على ما نشرته مواقع إعلامية مقربة من حكومة دمشق من أنباء بالبدء بإجراء تسويات خاصة بأبناء الرقة في مدينة السبخة التي تبعد 30 كيلومترا جنوب شرق الرقة، قالت الإدارة الذاتية في البيان أن كل المحاولات المطروحة حتى اللحظة لا تعبر عن حقيقة الحاجة السورية على الإطلاق، حيث في إطار جديد تسعى فيه السلطة في دمشق لشرعنة وجودها في المناطق التي لم تستطع العودة إليها بعد أن فشلت مساعي العودة إليها عبر طرق شتى، تارة عبر افتعال النعرات بين مكونات المنطقة، وتارة أخرى عبر استهداف استقرار مناطقنا من خلال الخلايا المجندة لذلك.
وتهربا من إدراك حقيقة الواقع السوري وحالة التغيير التي سادت في سوريا منذ عام 2011، باتت تبدأ سلطة دمشق في استخدام سياسة جديدة تتمثل في شكلية العودة إليها حسب الزعم من خلال ما تسميها بالتسوية أو المصالحة، وهذا يندرج بشكل أو بآخر تحت مزاعم خداع الرأي العام السوري والعالم، حيث تظهر ثلة من المتورطين بجرائم جنائية على أنهم من الوطنيين الذين يعودون لكنف السلطة في دمشق. وجاء في البيان أيضا: كان الأفضل للسلطة أن تتخذ من موضوع الحوار الوطني الأساس وإجراء مصالحة واقعية تتماشى مع حقيقة التغيير في سوريا، ويكون الهدف هو سوريا وشعبها ومستقبلها وليس السلطة فقط. وفي ختام البيان طالبت الإدارة الذاتية المواطنين في شمال وشرق سوريا بعدم الوقوع في مصيدة الأخبار والإشاعات غير الصحيحة والتي هدفها النيل من استقرار ونضال شعبنا الديمقراطي على حد تعبير البيان. وأكدت الإدارة على أن هذه التسويات ما هي إلا لتحقيق مآرب إعلامية لا أساس لها نحو حل المعضلة المتجذرة في سوريا، وأن سوريا بحاجة لحل حقيقي وفعلي يتمثل في تقبل واقعها وحقيقة نضال شعبها من أجل الوحدة الوطنية السورية ومستقبلها الديمقراطي. هذا ورفضت عشائر وأعيان ونشطاء من محافظة الرقة ما أعلنته حكومة دمشق من تسويات ومصالحات قبل أيام، وذلك من خلال بيان صدر عن اجتماعهم في ديوان مشيخة العبادلة بمدينة الرقة. أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلينز جنوب غربي ألمانيا اليوم الخميس حكمها بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان وتحمل كافة التكاليف للمتضررين. واتهم مكتب المدعي العام الفيدرالي في 23 نيسان 2020 الضابط والمسؤول السابق عن التحقيق في الفرع 251 أو ما يعرف باسم الخطيب أنور رسلان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2012. ويعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يصدر في المحاكم الأوروبية في قضية مرتبطة بجرائم التعذيب في سوريا. وواجه أنور رسلان تهما متعلقة بمسؤوليته عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 مواطن سوري في معتقل تديره مخابرات الحكومة السورية في العاصمة دمشق، وموت ما لا يقل عن 58 معتقلا تحت التعذيب خلال فترة وجوده في ذلك المعتقل. هذا وكانت قد حكمت محكمة ألمانية في 24 شباط من العام الفائت على العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد غريب بالسجن 4 سنوات ونصف وإدانته بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. دعا محافظ عاصمة إقليم كردستان أوميد خوشناو المواطنين لعدم التنقل داخل محافظة هولير بسبب الفيضانات التي تسببت بها هطول أمطار رعدية أمس الأربعاء وتشكل السيول، والتي تسببت بازدحام مروري في العديد من الطرق الرئيسية في المحافظة. كما توقع محافظ هولير استمرار تساقط الأمطار. كما طالبت مديرية المرور في هولير المواطنين بعدم التواجد في الطرق التي تجمعت فيها مياه الفيضانات وإيجاد طرق بديلة. هذا وقررت مديرية تربية هولير اليوم الخميس تعطيل الدوام الرسمي في المدارس وتأجيل امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل بسبب الأمطار. وكانت هولير قد تعرضت قبل ذلك لفيضانات تسببت بمقتل 14 شخصا بالإضافة إلى الخسائر المادية والتي قدرت آنذاك بحوالي 21 مليار دينار عراقي. اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن أمام المصرف المركزي في بيروت مساء أمس الأربعاء خلال مظاهرة احتجاجية على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة. ويظهر المتظاهرون في المقطع المصور أثناء إغلاقهم الشارع وقلبهم لصناديق القمامة وإضرام النيران فيها، فيما عمد آخرون إلى إلحاق الضرر ببوابات المصرف المركزي وتخريب مرافقه برذاذ الطلاء، وسط مساعي بعضهم الآخر إلى تسلق جدران المصرف. وقالت المتظاهرة سالي حافظ
إن سليم صفير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك بيروت سرق أموال الناس، كما أنه قضى على الثوار وحاول أن يعتدي على 7 شباب ذهبوا إلى منزله للمطالبة بحقوقهم. هذا رجل مجرم وقاتل. واندلعت المظاهرة عشية الإضراب العام الذي نظمته نقابات قطاع النقل في لبنان. وصل الدبلوماسيون المشاركون في اجتماع الناتو روسيا إلى مقر حلف الناتو في بروكسل يوم أمس الأربعاء، ونظم الاجتماع على خلفية تعاظم حدة التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية. وقبل انطلاق الاجتماع وقف زعيما الوفد الروسي الممثلين بنائب وزير الدفاع العقيد ألكسندر فومين ونائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لالتقاط الصور بعد المصافحة بقبضة اليد. ونظم الاجتماع على خلفية تعاظم حدة التوترات على الحدود الروسية الأوكرانية، وسبق أن أبدى الطرفان استعدادهما للحوار. إلى ذلك يعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ شهر تموز 2019.